السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن احوال. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى طبعا هعمل معاكم فيديو جديد، اللي هو طبعا خازين البصل والثوم والبطاطس. طبعا زي ما انتم شايفين كده، ادي البصل لسه طالع من الارض، زي ما انتم شايفين كده لسه لسه اخضر وكده. فطبعا بقى هو بيطلع من الارض زي ما انتم شايفين كده اخضر. فبنحطه في الشمس لما ينشف خالص. الخضار دوت بيبقى ناشف خالص. لما ينشف بعد كده بقى ان انت بتخزنيه، لازم تنشفيه الاول في الشمس. عشان عشان ما يبوظش منك وكده، زي ما انت شايفه بالشكل دوت كده. وادي برضو معايا التوم برضو لسه اخضر اهو، زي ما انت شايفاه كده لسه اخضر برضو طالع من الارض وكده. فطبعا لازم تحطيه برضو في الشمس لما ينشف، وبعد كده بقى بتبداي ان انت تخزني بقى. في ناس بقى بتخزنه بتجيب مسمار وتدقه في الحيطه كده وتربطه بالحبل وتعلقه على الحيطه وكده. وفي ناس برضو بتجيب اللي هي الشكاري اللي هي بتاعت الاسمنت وبتخزنوا فيها، بيبقى من السنة للسنة زي ما انت شايفة بالشكل دوت كده. بس لازم اللي هو ينشف مني خالص من الطينة ومن الخضار دوت، عشان ما يبصش مني وانا مخزناه. وادي كده برضو معايا البطاطس زي ما انت شايفة بالشكل دوت كده. فرشت في الارضية كده اللي هو القش، وسبتها كده فرطتها زي ما انت شايفاها كده بالشكل دوت كده. لازم ان انت تفرديها كده على القش زي ما انت شايفاها كده اهو، تفردها كده على القش. وبعد كده لما هي تنشف يومين كده او يومين او 3، تنشف من هي الطينة بتاعتها دي تنشف، لان الطينة بتاعتها لسه طرية زي ما انت شايفة كده لسه طرية اهي. لما تنشف خالص من الطينة بعد يومين او 3، وبعد كده ببدأ ان انا اغطيها عشان ما تبصش مني. لازم ان انت تغطيها خالص زي ما انت شايفة بالشكل دوت كده. وادي كده بقى طبعا اديني وريتكم البصل، ووريتكم برضو الثوم والبطاطس. عايزه اقولك اللي مشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعل الجرس عشان نوصلكم كل جديد، وتحط لايكاتك الحلوه الجميله.